Free audio post-production by alphonic.com. بسم الله الرحمن الرحيم. أكلمكم النهاردة من موقع العمل في نهار رمضان. ربنا يتقبل منا جميعا يا رب العالمين. طيب، عايز أتكلم كده على كام حاجة كده. احنا لسه يعني في البداية، هنبدأ مع بعض المشروع ده. نقول ملاحظاتنا كده أول بأول كده إن شاء الله، عشان يعني نذكر بعض. مش هقول يعني في حد، الناس كلها ما شاء الله يعني أحسن مني، الله المستعان. وخلينا بس نذكر بعض. احنا هنا خلصنا هنا المنطقة دي، خلصناها حفر على الليفل اللي هو على المنسوب بتاعنا طبعا اللي هو معانا. طب احنا ليه عاملين السبيس عاملينه كده كله في مكان واحد؟ لو شفنا عاملين السبيس كله كده في مكان واحد، وعند المكان خلاص الليفل بتاعه اتظبط، وكانت معانا السيارات كانت بتنزل عربياتنا، كانت بتنزل السبيس دي، ما وزعناهاش في المكان. طبعا مكان ليفل واحد نزلناه عربية جنب عربية. مبدئيا السبيس بيحتاج معالجة بالمية، غير موضوع الرملة. مش ان احنا بنحط مش اللي احنا بنفرش رمل بنفرشها وبعد كده نديها مية. السبيس ليه طريقة مختلفة خالص عن موضوع الرمل. السبيس بنجمعه كله في مكانه، كله في مكان في زاوية من الزوايا، وبنبتدي ان احنا نعمل له من فوق كده زي مكان او بنسميه دركانتا. مش عارف هو ليه اسم تاني ايه، بس هو بنعمل كده زي نرفع الحواف بتاعته بحيث ان هو يقدر يتحمل ميه، وبعد كده بنركب فيه الميه من فوق. زي ما احنا شايفين كده، احنا مجهزين كده المكان، بنحط فيه الميه من فوق، نحط فيه الميه ده المكان اللي هننزل فيه الميه، تيجي عربيات الميه تفضي فيه هنا. بعد كده بنجيب شول ونجيب بوكلين، ونبتدي نخلط كله مع بعض مع الميه، وبعد كده ناخده ونوزعه في القطعه على المنسوب اللي احنا عايزينه. طب احنا ليه بنعمل كده؟ لان السبيس يعني ايه، نفاذيته الميه اقل من الرمله، فمهما تديله في ميه بتلاقي الطبقه اللي فوق هي اللي عليها ميه، والطبقه اللي تحت مش بينزل لها ميه، وكده بتساعد معانا في الخطوط. فاحنا بنعمل الشغل بتاعنا مظبوط، بحيث ان احنا نجمعه كله في مكان واحد، مع انه مكلف شويه، بس نعمل شغلنا مظبوط بمرض الله. بنركب هنا السبيز. حطينا السبيز، بنعمل له مكان للميه ونفضي في الميه، بعد كده نبتدي نخلطه كله مكانه، وبعد كده ناخد المخلوط بالميه جاهز ونروح موزعينه في كل الارض. وحبيت يعني اراجع معاكم الملاحظه دي بالنسبه لبدايات اعمال Free audio post-production by alphonic.com.